اهلا بيكم في اهلا بيكم ايه بقى، ويلكم باك في الحلقه التاني اللي رجعنا نتكلم فيها. كده ارتجالي من البيت، من اي لوكيشن مرتاح، بطريقه كلام مش دي اللي شكلها احترافي او فورمال او يدي معنى جامد عند الناس. انا بحس ان الجامد هو كل ما الشخص كان حقيقي قوي، وحقيقي مش معناها مبهدل، حقيقي معناها كان شبه نفسه في اللحظة فكان مرتاح فيها فكان بيعبر عن نفسه. كانت مبهدل بقى، كان جامد، كان كامل قوي، كان على المسطرة مشدود، كان فري، ماليش دعوة. اكتر حد بحب اتفرج عليه هو الشخص اللي بيعرف يبقى حقيقي كده قدامنا، لانه بيلهمني ان انا كمان اكون حقيقية كده. وحقيقية تاني مش معناها ان انا آم، يعني برضو بأقل حاجة، يعني برضو بالحاجات البسيطة قوي. مش بهتم بالكادر، مش بهتم بالألوان، مش بالجمال بالتناسق، لأ. حقيقي تاني يعني شبه نفسك، شبه اللي جوه. انت حاسس بنفسك، حاسس باللي جواك، بس الشكل اللي عايز تعبر بيه هو شبه شعور معين جوه، وليكن الراحة. فانا عاوز ابقى مرتاح جوه وبره، فبطلع بره بالطريقه المرتاحه عشان هي شبه اللي جوه. فانت حقيقي عشان شبه اللي جواك، تعبيرك بره شبه اللي جواك، مش علشان انت جامد او بسيط او شكل معين بره. لان خد بالك ممكن تبان بسيط بره بس انت مش حقيقي. ليه؟ عشان ما كنتش شبه اللي جوه. فالحقيقي مش الشخص اللي بسيط وبيعرف يظهر بشكل بسيط، لا. الحقيقي هو الشخص اللي بيعرف يظهر بشكل شبه نفسه، حتى لو كان ده بره الإطار بتاع الحاجة اللي الناس معروفة بيها. يعني مثلا ده شكل التصوير الجامد هو طالع بره، ده شكل اللبس الجامد هو طالع بره. ومش طالع بره علشان يبقى جامد، لان خد بالك ممكن تطلع من الشكل المعروف للحاجة عشان تبقى انا جامد، بس لا، ده كده مش حقيقي. الحقيقي هو اللي مرتاح في الحاجة جواه، فمعبر عن نفسه بره بيها، عشان كده هو حقيقي، مش عشان الشكل اللي بره هو اللي جامد. واختلافنا ساعات بيكون تيست، لانه ساعات بنبقى عايزين نعمل الحاجات اللي شكلها مختلف، وكأننا بنعترض على احساس كتير جالنا او حسيناه ان انا مش حر، او ان انا مش عارف اعمل اللي انا عايزه. فانا عايزه اعترض قوي، كاني عايزه ادي حد بوكس كده في وشه واقول له ابعد عني بقى. فباني آم، ابقى شبه حد تاني، او ابقى شبه المختلفين، او ابقى شبه الناس اللي بيعرفوا يعترضوا، او ابقى شبه الناس اللي بيطلعوا بره الصندوق، او ابقى شبه الناس اللي بيكسروا الصندوق، اللي بيروحوا لاماكن غريبة، اللي بيلبسوا الوان غريبة، اللي بيتكلموا بطريقة غريبة. انت في الحقيقة ساعات ممكن نفس السلوك بتعمله، بس نيتك فيه هي اللي بتحكم انت كنت حقيقي فيه ولا لا. حقيقي فيه يعني صادق مع نفسك. فممكن تعمل مثلا نفس الحاجة، يعني مثلا انا كهبه بحب البس الالوان اللي هي شبه كده، اللي هي مش متوقعه مع بعضها. للوهله الاولى ممكن مش اي حد اسمها ايه، يألفها، انه ده ما بيجيش مع ده. بس انا بلاقي نفسي في الالوان دي في اوقات كتير. حتى قبل ما اجي وانا بلبس، جربت البس طرحه بيج على الاوتفيت ده، بس حسيت انه لا، مش انا، يعني انا مش انا، مش عايزاه كده. فرحت جبت اللون ده لان كنت مكرره من الاول، بس كنت قايله يعني هلبس لبني على الدرجه دي، اول مره البسها، بس انا بحب الدرجات دي. وممكن حد او ممكن انا نفسي في وقت ابقى بلبس الالوان دي عشان هي شبهي قوي وبتعبر عني، وانا بحب الميكس ده، حتى لو هو بره الصندوق بتاع العادي للالوان، او الكونتراست، او مين بيتلبس مع مين. وفي وقت تاني ممكن اكون بلبس نفس الالوان دي بنية تانية، نية مش بتدعمني، نية مش بتخليني مرتاح في نفسي، اللي هي اني بعمل كده علشان مثلا ابقى شكلي ملفت، ابقى شكلي عامل حاجة غريبة، ابقى شكلي مختلف، اقول انا اهو انا بعمل حاجة مش شبهكم، انا بعرف اختلف وانتوا لا. وكأني طول الوقت بكلم حد جوايا، بكلم حد بقول له على فكرة انا شوفني بقى، على فكرة انا موجود بقى، على فكرة آم، انا مختلف. خلي بالك، اوقات بيبقى اللي انا بقوله ده انت محتاج تراجعه، واوقات بتبقى محتاج تلاحظه بس عشان يعني مثلا هكلمكم على دي بعدين، ماشي؟ ماشي. فايه
واوقات انت محتاج تلاحظه بس انه انا بعمل ده علشان محتاج اقول ان انا مختلف، انا بعمل ده علشان محتاج اقول انا هنا شوفوني بقى. الشعور مش غلط، ده مش حاجة وحشة تبطل تعملها. الفكرة انك تبقى عارف تشوف الشعور اللي عاوز يتشاف من خلال الطريقة الغريبة او المختلفة، مش انك مش واخد بالك منه فعمال طول الوقت تعمل حاجات كأنك بتكلم حد جواك عشان تثبت حاجة بس انت مش مرتاح. الفيصل في كل ده انه ابقى منتبهة لنفسي، انا بعمل ايه علشان ايه؟ عشان ابان بشكل معين ولا عشان ده انا فعلا؟ ولو عشان ابان بشكل معين اتس اوكي، انا بس محتاجه اكون ملاحظه اني محتاجه ابان بشكل معين الفتره دي، عشان كده بعمل الحاجات دي. مش ان الحاجات دي هي اللي عماله تسوقني وهي اللي بتحركني وهي اللي بتوديني وانا مش واخد بالي، او انا فاكر نفسي هي دي طبيعتي. بس لا، انا الفتره دي محتاج حاجه معينه بعبر عنها من خلال حاجه معينه عارفها وقصدها وعارف وشايف نفسي وانا باخد احتياجي. مش انا ماشي كده وخلاص، والحاجه هي اللي ترند بتطلع المختلفين بيعملوها، الناس الغريبه بتعملها، الناس اللي لما بتعملها بتلفت نظر، فانا بعملها عشان كده، عشان الفت نظر، فهتعملها. فيا اما هتلفت نظر يا اما مش هتلفت نظر. لو لفت النظر وانت مش جاهز احتمال ده يضايقك اكتر ما يريحك، فتلاقي نفسك بعد ما بتعمل الحاجه انت مش بتبقى عملتها ومبسوط وحاسس ان انا كانت حاجه شبهي، او الله حسيت ان هي يعني ده شبهي قوي حتى لو بهدوء. لا، انت هتحس انه هو ليه ما جاش اللي انا كنت عايزه، هو ليه ما حدش شافني، او عارف كأن في حاجه فيك بتفرق كده. هو انا ليه ما حدش قال لي انه تمام؟ عشان انا ما كنتش شايف الشعور، انا ما كنتش شايف بنفسي الشعور اللي انا كنت محتاجه لما عملت كده. فما كنتش بعمل الحاجه عشان انا عايزه ادي نفسي الشعور ده. يعني مثلا انا محتاجه احس ان انا ادي مساحه لاختلافي انه يظهر، فاخترت الالوان اللي مش شبه بعضها او اللي انا بحبها ميكس كده علشان بقول بيها كده. اوكي، بس انا واخد بالي ان انا محتاج ده وبديه لنفسي، وانا اول واحد شاف الشعور ده عندي. يعني انا اديت نفسي شوفان للحته دي مني، فبعدين خرجت بره للناس بقى بشكلي عامل كده. مش ان انا كنت جعان فيها ومش شايفها ومش واخد بالي منها وطالع بره عشان الناس هي اللي تقول لي يا مختلف يا جامد يا فظيع. اللي انا بقوله ده أم، مش صعب، بس محتاج حد يكون بياخد باله من نفسه. بياخد باله من نفسه مش يعني بيطبطب بس، لا، ياخد باله من نفسه يعني بيلاحظ تفاصيل نفسه الصغيرة دي اللي احنا مع الحياة وسرعتها والجري وعايزين نعمل ونروح ونيجي بنسقطها، او مبيبقاش عندنا مساحة ان احنا نعملها. انا بعمل الفيديو ده علشان كتير بشوف ناس بتعمل فيديوز بتتكلم فيها بشكل مرتاح، بتتكلم فيها مدة طويلة، ساعة وساعتين وساعتين وبودكاست وكده. وانا بحب قوي الحتة دي لانها بتطلع من الناس كلام الفيديوهات القصيرة ما بتطلعهوش، وبتظهر الشخص واللي جواه، وبتنقل اللي عنده طاقته ونيته، وبتديله مساحة يقول كلام او يوصل منه حاجات. قد يكون الريلز والفيديو ابو دقيقة او دقيقتين المقصود مدته ومحتواه ما ما بي ما بيطلعش منك المساحة دي وما بيعبرش عن الجزء ده منك. وانا حاسة انه طول الوقت شايفة انه انا بحب النوع ده. انا بحب الشخص، انا بتابع الناس اللي بتفتح الكاميرا وتقعد ترغي، ودايما ببقى شايفة كلامها ورغيها مثمر، ملهم، ببقى عايزة اقول اكتر، مش ببقى حاسة ان هو بيرغي. وانا دايما بشوف ان انا الشخص ده برضو، انه عمري ما شفت رغي، عمري ما شفت نفسي رغم اني بتكلم وبعرف اتكلم كتير، او ممكن اتكلم كتير واحكي قوي وفصص قوي واوصف قوي، خصوصا في المشاعر والحاجات بتاعت اللي جوانا دي. بس عمري ما شفت نفسي شخص بيرغي وخلاص. دايما كنت شايفه نفسي انه لو قعدت معايا وسمعت انا قلت ايه هتطلع مني بحاجه، في حاجه هتلفت نظرك، في حاجه هتنور معاك، في حاجه هتشوفها بشكل مختلف، في حاجه هتشوف نفسك فيها وتقول ايوه هو ده اللي كان جوايا بس انا ما كنتش عارف اعبر عنه، انتي قلتي بالظبط اللي جوايا. فلان انا نفسي كنت محتاجه المساحه دي وطول الوقت بحبها، بس مش بعملها بالشكل اللي انا عايزاه، بشكل يعني كل فتره بعيده بعملها. فانا لقيت انه انا عايزه اعمل ده النهارده علشان انا بحب الطريقه دي، وعلشان انا كان نفسي دايما اكون بعرف اصور فيديوز بالطريقه بتاعت ان انا فتحت الكاميرا ورحت
قايله حاجه جوايا. دايما ده مش يعني ده مش دايما بيكون سهل، لان انا محجبه، ولانه مش دايما بيكون متاح ان انا افتح الكاميرا واتكلم. بس فده بياخد اعدادات مني، والاعدادات دي لما بتكون حتى لو بسيطه، بس انا مش جاهزه اني اعملها، فبالفكره ما بتطلعش. فانا حسيت انه او لقيت انه على رأي رامز جلال دقت ساعة الزحف اللي هو يعني طبعا مع اختلاف المشاهد، بس في جزء حقيقي مني محتاج يطلع كده. و... والكاميرا لما بيبقى مقصود اللوكيشن قوي ما بتطلعش الحتة دي. الكاميرا كل وقت وكل طريقة كاميرا، كل طريقة كلام، وكل طريقة وكل لوكيشن ومكان وشخصية ولبس، كل حاجة بتطلع منك حاجة. وكل هدف من كل فيديو بيطلع منك نسخة ما بتطلعش في وقت تاني بنسخة تانية بهدف تاني من الفيديو اللي بتكلم فيه عن الخدمات اللي بقدمها بتطلع منه طاقة تانية. الفيديو اللي بتكلم فيه عن في ريلز مدتها دقيقة ونص بيطلع منه شخصية تانية بسرعة كلام تانية بنوايا تانية باختيار ألفاظ تاني. الفيديو اللي بتكلم فيه زي دلوقتي كده عن حاجة فيه انا بشوف الموضوع كده عن وجهة نظري عن حاجة، عن التفاصيل بتاعتي في حاجة. دايما ده بيخليني اتكلم بمساحة ما بعرفش اتكلم بيها في الفيديوهات التانية، اللي هي ايه خليني اقول لكم. اللي هي مثلا ان انا ببقى قاعدة على الارض، اللي هي ان انا مثلا ببقى مش ما عنديش تايم للحلقة، اللي هي ان انا ما ببقاش شاغله نفسي بهدف انا متارجتاه من الفيديو. زي مثلا لو عندي مقابله مع حد، فانا كمحاوره او مدربه ظهور، فببقى طول الوقت عندي هدف للضيف. احنا عندنا هدف من الحلقه، عايزين نعمل مثلا بوزيشننج للشخص ده، عايزين نبراند الشخص نفسه او الشغل بتاعه. فطول الوقت انا عندي هدف موجه كده من الحلقه، بتابعه طول ما انا ماشيه حتى لو جوايا في دماغي. فبالتالي مش بيبقى الحلقة فيها الحرية الكافية ان احنا بنتكلم بشكل ارتجالي. فالفيديوهات اللي بالطريقة دي بتشبع عندي جزء مش بيشبعه الفيديوهات دي، والفيديوهات بتاعة الشغل والمقابلات الحوارية بتشبع عندي جزء مش بيشبعه الفيديوهات دي. فمن الوقت للتاني بحتاج اكسر الطريقة اللي انا بطلع بيها، ومحتاجة او بحتاج ان انا ادي نفسي سبيس مختلفة اتكلم من عندها، علشان انا مش بس النسخة اللي بتطلع في الشغل او في الحلقات. بالعكس يعني صدقا بحس انه في شخصية تانية ثرية قوي، عندها تفاصيل كتير، وتفاصيلها دايما يعني تتسمع تتشاف فيها وتستاهل ده، وفي حد محتاج ده عندها وهي بتحب الطريقة دي. اديت لها المساحة دي النهاردة في الفيديو ده. ان شاء الله يعني تبقى دي حاجة بتحصل كل فترة قريبة اكتر من قبل كده. اتمنى كل حد بياخد خطوة ان هو يعبر عن نفسه، يتدرب قدام الكاميرا، يصور فيديو، يتكلم عن الشغل بتاعه، يتكلم عن حاجة جواه، عاوز ينقل اللي جواه لحد، عاوز يقول انا موجود بطريقة ما، عاوز يقول انا مختلف ودي رحلتي، او حتى مش مختلف بس دي رحلتي ودي الطريق بتاعي ودي الخطوات اللي انا مشيتها، او عايز يفتح الكاميرا لأي سبب إن كان، يلاقي الطريقة الآمنة إنه يعمل ده بيها، يسيب الشكل اللي لازم يظهر بيه واللي المفروض يظهر بيه، والطريقة اللي لازم يتكلم بيها أو ينفع يتكلم بيها، يسقطها من دماغه ويشوف ويرجع لنفسه ويشوف ايه اكتر طريقة امان بالنسبة له. الظهور يا جماعة محتاج امان، الظهور محتاج انك تدي نفسك مساحة امان علشان تطلع، والا هتبقى كأنك بتخون نفسك علشان تطلع. لو انا فجواك هيحس كأنه انا بفضحك مش بظهرك. الظهور لو اتعمل بطريقة ما فيهاش امان وتأمين ليك، هيبقى بالظبط كأنك عريت نفسك مش اظهرت نفسك. وفرق كبير قوي في احساسك جواك تجاه انه حد اظهرك، اداك مايك، اداك اضاءة عشان تنور وتتشاف وتتكلم وتتسمع، وبين عشان هو مصدقك وحاسس بيك وشايف عندك حاجة، وبين ان هو خدك هدفك وقال لك مش مشكلة انت، مش مشكلة مشاعرك، مش مشكلة انت محتاج ايه، مش مشكلة انت عاوز تظهر ازاي، مش مشكلة انت مقلقك ايه، انا مش هسمعك، انا مش عارف حاجة عنك، انت لازم تظهر وبس، انت لازم تطلع وتتكلم وتتشاف في فيديو بس. شتان بين حد بيعاملك وهو شايفك وحد بيعاملك وهو عاوز منك حاجة، خطوة لازم تطلعها للنور. فلو انت الشخص اللي بيخوض الرحلة دي،
الموضوع محتاج تأمين لنفسك، خطوة على مقاسك، ما تزقش نفسك عافية، ولكن ما تسيبهاش لما تحس انك جاهز جدا عشان تطلع، لانك عمرك ما هتحس انك جاهز لغايه ما تطلع. وحتى لما تطلع هتلاقي في اصوات بتيجي تقول لك لا بس ما كانش احسن حاجه، بس ما كانش ايه، مالكش دعوه بيها. سيبها موجوده. هي هتفضل موجوده لوقت. هي دايما هتلاقي لها خرم كده تخش منه تقول لك ده كان ناقص وده ما كانش مظبوط. اتس اوكي، شايفه، هنكمل. زي بالظبط الحركه بتاعه الكم لما قلت لكم عليها من شويه، هحكي لكم. اتس اوكي ان هي تبقى مش احسن حاجه مظبوطه. محدش في الغالب محدش شايف العيوب اللي انت عينك لقطوها غيرك. يعني مثلا ممكن ابقى انا بتكلم معاك بس في مثلا خيط او هنا حاجه انا لقطوها في الطرحه محدش شايفها غيري، كانت موجوده اول ما اتصور او قبل ما ابدا اصور انا شفتها. قد يكون مثلا انه في خيط مش عارفه طالع من اهو، معرفش شايفينه ولا لا. طالع من هنا، فانت تحس انه لا، لازم اوقف الفيديو واظبط ده، لازم اوقف الفيديو واشد الخيط ده، لازم ما يبانش ان انا مش عارفه دي معموله ايه، لازم تبقى معموله كده. في الاول هتحس ان ده لازم اوكي، بس خليك عارف ان انت شويه وهتلاقي نفسك بتقول اتس اوكي. ومش اتس اوكي يعني بتطلع مبهدل، لا اتس اوكي في مرحله انك بتشوف ده وبتبقى قاصد تسيبه موجود وتكمل، عشان انت بتدرب نفسك على فكره انه انا النهارده سبت الخيط موجود وكملت. بس لو انتبهت له هبقى طول الوقت بدور على، انا بتكلم وعيني على كل حاجه في الكادر انه هو ايه مش مظبوط، عشان اوقف الكاميرا، عشان اوقف التصوير واروح اظبطه. النهارده وقفت عند الخيط، بكره هتلاقي حاجه تانية تقف عندها. فانت لما بتدرب نفسك انه انا مش هقف عند الخيط والفتله والحاجات دي، مش بيبقى قصدي منه انه آم، اطلع كده عادي مبهدل ولا شوف العيوب الموجوده وسيبها، لا. يبقى قصدي مني تدريب نفسك حتى لو انت بقالك كتير بتظهر على انه اتس اوكي انه يكون في حاجه مش مظبوطه في الكادر. مش دايما الخطوه لازم تبقى تحفه وما فيهاش ولا غلطه ولا حاجه محتاجه تتعدل. الخداديه دي او الخداديه دي لازم تيجي كده، التانية لازم تبقى في سواها، الكادر مش عارفه لازم يبقى كذا، ما يبقاش جايب جنب منه كذا. مش لازم. افتكر ان كام واحد اثر فيك انت مش فاكر شكل الفيديو اللي هو طلع بيه. كام واحد اثر فيك انت مش فاكر هو كان لابس ايه. كام واحد اثر فيك انت مش فاكر هو كان قاعد فين وكان جنبه ايه وما كانش جنبه ايه. الفيديو اللي اثر فيك والشخص اللي اثر فيك بوجود الشخص فيه، بطاقته، باحساسه، مش باللوكيشن بتاعه. انت مش هتقول هو بيصور في استوديو فكان مؤثر قوي، هو كان بيصور في البيت فما كانش ملهم قوي، او كان ملهم قوي عشان بيأثر من البيت. اوقات ممكن يكون ملهم قوي انه كان بيأثر من البيت او كان بيوصل من البيت، لانه بيديك احساس انه عادي كده. اه، احنا محتاجين المساحه دي، فاديها لنفسك علشان ما حدش هيجي يديها لك من بره. واعمل حاجات بتحبها من وقت للتاني، وخد خطوات نفسك فيها. اعمل حاجات بتشوفها عند غيرك، وخلي بالك من حاجه، الحاجات اللي انت بتشوفها عند غيرك مش شرط انك مش شرط يكون معنى انك تعملها انك بتقلد غيرك. نو. اوقات بيكون هو كان ملهم ليك، اوقات بيكون ظهوره او وجوده هو كان بيشاور لك على الهدف او الحلم بتاعك، بس لما هو عمله عنده هو، انت افتكرت ايه ده انا بحب الطريقه دي، ايه ده انا بحب التفاصيل دي. فمش كل ما حد يعمل حاجه هتقول ما ينفعش اعمل زيه عشان مبقاش بقلده، او انت اللي بتعمل بيقلدوني. لا، انت ملهم، انت بتفتح مساحة لنفسك ولغيرك، انت بتنور لغيرك على حاجات. فنستمتع كده كلنا ونشيل الحاجات الكلاكيع اللي في النص دي اللي بتقعد تقول انت هيقلدوك وانت هتبقى بتقلد وهتقال عليك. ركز على نفسك، استمتع، وسيب الناس تلهم منك، وقولهم انت من غيرك. ولما تلاقيه بيعمل حاجة حلوة قول له انها حلوة، وشوف هي بتخليك تفتكر ايه انت عايز تعمله، وروح اعمله انتوا كمان. بس هتعمله عشان هو شبهك، مش هتعمله عشان هو عمله وجاب نتيجة معاه او فرقع معاه او ايا كان. انا عايزه اعمل ده كتير كتير. اشوفكم على خير، ولو حبيتوا الطريقه دي في الفيديوهات قولوا لي. انا مش عارفه لسه هنزل الفيديو فين، انا قمت لبست وصورت في الريسبشن او في الصاله بره، من غير ما ابقى عارفه الفيديو ده هينزل فين، من غير ما ابقى عارفه هينزل يوتيوب ولا فيسبوك. طب لو فيسبوك هينزل ازاي؟ احنا ما بقيناش ننزل فيديوهات قوي، بقينا ننزل ريلز وفيديوهات صغيره، ما اعرفش. بس كل اللي اعرفه ان انا عملت اللي انا كنت عايزاه لهبه، وجوايا احساس انه في ناس شبه ده عايزه ده زي ما انا ببقى عايزاه من غيري لما يعملوا. فخلينا نكون شبه نفسنا ونسيب وندي فرصه ومساحه ان للي شبهنا وعايز يلاقينا انه يلاقينا، ولنفسنا ان احنا لما عايزين نوصل لحد نبقى شبه نفسنا، فالحد اللي نوصل له يبقى هو كمان شبهنا.
ويبقى عاوز اللي عندنا، فكلنا نستمتع وكلنا ننبسط وكلنا نرتاح. اشوفكم على خير ان شاء الله، و اعملوا حاجات بتحبوها شبه نفسكم. باي باي.